سلام سلام حبيباتي، واش راكم ملاح ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. نرحب بكامل المشتركات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم، والمشتركات نقدم نقول لكم هذه قناتكم. اليوم جيتكم وصفه جديده، اليوم جيتكم وصفه دي تارتلات بالنسبه لكراميل والشوكولاته تختيني. لا عجبتكم الوصفه حبيباتي تبعوا معايا لا فيديو بتعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. نسحقوا في المقادير. هنا عندي 125 غرام مارغرين، عندي ملعقتين سكر كلاص، وعندي زوج صفار بيض. اللي تحب العجينه ما تجيهاش هشيشه بزاف دير حبه بيض، ما ديرش زوج صفار. ونلمو ونخلطوا كامل المقادير مع بعض، صفار البيض مع لا مارغرين مع سكر كلاص، نخلطوهم مليح. ومن نبدا نديروا لهم الفرينه. عمليه سهله، سي با لابين نخلطوا بالباتور ولا نخلطوا غير بالسباتولا فقط ولا بالملعقه. ونديروا الفرينه، نديروا معها بانسي فقط خميره كيميائيه، ونلموا العجينه حتى تصبح لنا عجينه طريه. نحبسوا، لازم عجينه طريه نحبسوا. ما نقدرش نقول لكم مقدار الفرينه باسكو على بالكم بلي كل فرينه وكيفاش. كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. حتى تلمت لي العجينه هكا نخليها تريح 5 دقائق ونبداو نشكلوا فيها. انا جبت هذو الليمون، نديرها على شكل كويرات هكا، ونديرها في المول ونشكلوها على كامل الليمون كيما راكم تشوفوا. شكلوها على كامل الليمون، نحو الزوائد ونبداو نزقمو فيها هكا من الفوق باش تولي لنا حبه شابه. هذا ما كان عمليه سهله هنا حتى نكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه. لا عجبتكم الوصفه حبيباتي ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ديروا لي لايك باش يلحق الفيديو اكبر عدد من الناس، وكومونتير شباب كيما نتوما باش نعرف اسكو عجبتكم الوصفه ولا لا. نكمل الحبه الثانيه بنفس الطريقه. نزيد معكم حبه واحده اخرى حتى نكملوا كامل الحبات ديالنا بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. سقموا على كامل الليمون، نحو الزوائد ونسقموها في الاطراف كما راكم تشوفوا. نورمالمون الفيديو راهو يبان. بعد ما كملت كامل الحبات ديالي درتهم في صينيه، وما دوكا نبداو نبيكيو فيهم بالفرشيطه اللي هي الشوكه. نبيكيو كامل الحبات ديالنا ونديروهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه. كي يحمروا لكم تنحوهم، يولوا لكم دوغي نحوهم. هاهم لك بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش طابوا. هاهم لك. هنا جو عندي في الحشو عندي نسلي كراميل، وعندي شوكولاته ختيني، وعندي شويه جوز. المكسرات حسب الرغبه، واش عندكم ديروا. اللي عندها جوز دير جوز، اللي عندها كاوكاو دير كاوكاو يكون محمص، واللي عندها لوز دير لوز، واللي ما عندهاش ما ديرش كامل. انا نديرها بلا مكسرات وتجي بزاف بنينه. النسلي مع ديك لاباط الحشيشه يعطيهم بنه ولا اروع. نديروا هذاك النسلي في كامل الحبات ديالنا بالملعقه. النسلي اللي شراتو حليب ديروه في الكوكوطه وطيبوه على ساعه كامله في الكوكوطه، تغلقها بالصفاره وتخليه يطيب حتى يولي لها كراميل. واللي شراتو كراميل تستعملو ديريكت. انا شريتو حليب وانا طيبته في الدار. نديرو كامل النسلي في الحبات ديالنا، ومن بعد نديرو لهم هذاك الجوز. قصيته غير بيديا باش يبان الجوز في الحبات. تقدروا تطحنوه هكا خشين وتخلطوه مع النسلي. انا حبيته يبان الجوز باش كي تاكلي تحسي بالجوز يبان. حتى نكملوا كامل الحبات ديالنا بنفس الطريقه. نديروا لهم هكا الجوز والمكسرات حسب الرغبه كما قلت لكم. ومن بعد نديروا لهم شوكولاته ختيني من الفوق. شوكولاته ختيني لازم ذوبوها على بالماغي
ولا ديروا لها في الميكرووند، باسكو شوكولاته تختيني كي نديروها ديريكت تولي شويه ناشفه، ما نقدروش نخدموا بها فاسيلمون. صافي لازم انا دائما نذوبها كي نجي نخدم بها، نذوبها يا في الميكرووند يا في بالماغي. تقدروا ديروا في هذه المرحله، ما تقدروش ماشي شرط ديروا شوكولاته تختيني، تقدروا ديروا غاناج تاع شوكولا. انا ما نحبش نديرها بالغاناج، نحبها بالشوكولاته تختيني يجي ابن، سي بوغ سا لي درتها بشوكولاته تختيني. تقدروا ديروها بالغاناج تاع شوكولا من الفوق. كنت بكري نديرها بالغاناج ومن بعد وليت نديرها غير بالشوكولاته تختيني. نديرو شوكولاته تختيني هكا من الفوق ونسقموها كامل على الحبه، نديرو لها حبه جوز من الفوق ونكملو كامل الحبات ديالنا بنفس الطريقه. هذه الوصفه عندي بزاف ملي اعتمدتها، جيب لي ربي حوالي وقيله 15 سنه ولا 16 سنه ملي نستعمل هذه الوصفه، وتجي بزاف بنينه. كنت نديرها مقبل بالغاناج وشوكولا، ومن بعد وليت نديرها بالشوكولاته تختيني باسكو تعجبني بالشوكولاته تختيني تجي بنينه خير من الغاناج. ونديروا لها حبه الجوز من الفوق ونكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه. هذه الوصفه طلبتها مني شحال من مشتركه وما لبيت لهمش الطلب تاعهم اليوم حتى اليوم، باش راني لبيت لكم طلب ديالكم، راني لبيت لكم طلب ديالكم. قالوا لي ديري لنا هذه الوصفه، راني درتها لكم، راني لبيت لكم الطلب ديالكم. هادو باسكو هادو الناس يعرفوني موف ياكلوا لي تارتولات من عندي، قالوا لي عطينا الوصفه الاصليه تاع لي تارتولات. راني درت لكم الوصفه، هاهم لك بعد ما كملتهم. شوفوا كيفاش خرجوا، ودوك نقسم لكم حبه منها. شوفوا كيفاش جات من الداخل، شوفوا كيفاش جات. تجي لاباط بزاف هشيشه، لاباط كي ديريها في فمك تذوب، والحشو يجي بزاف بنين، وشوكولاته تختيني بزاف بنينه. هذه الوصفه بزاف هايله، ان شاء الله تعجبكم وتلان رضاكم. وفي الوصفه القادمه ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.